وسيم هدهد. مساء العناب من فوق من الجناب. ذات مرة سئل حكيم: بعد أن تقدم بك العمر ودب الشيب في رأسك، ما هي أحب الأعمال إلى قلبك؟ فسكت برهة للتأمل بوصفه حكيم، ثم قال: أحب الأعمال إلى قلبي أيودي حتة مني آخرة البعاد، من عطفك ليه حارمني ومزود في العناد. مفيش شك إن الفن هو معيار تقدم الأمم. مستحيل تلاقي بلد متحضر إلا لما تلاقي في هذا البلد فن جيد. ولكن الحقيقة المستوى اللي وصل له الغناء هذه الأيام يدعو للوقوف والتأمل في حال البلد. من حوالي شهر عمر ابني الكبير كان بيتغدى عندي، ولقيت حفيدي داونلود ابن عمر. طبعا مش عارف ايه الأسماء اللي بيسموها دي، يعني ايه داونلود دي مش عارف. ساعة ما خلفه قلت له: يا ابني سميه آسر مثلا، سميه سيف، which is أسماء جامدة جدي يعني. قال لي: أنت قديم قوي يا بابا. اتريق عليا طبعا، محدش بقى بيسمي الأسماء دي. فأنا سمعت من هنا وعديت من هنا. المهم داونلود ده أكبر أحفادي، عنده 7 سنين ما شاء الله. فبعد الغداء لقيته عادي جدا بيلف سجارته، لقيته بيدندن كده أغنية يعني سخيفة زيه. فركزت معاه، لقيته بيقول: أنا البكري يعني أنا الكبير، والبكري طول عمره كبير. وراح عامل حركة مش كويسة بإيده. فندهت له، قلت له: خد يا ولد تعالى، إيه اللي بتغنيه ده؟ قال لي: دي أغنية سنجل لمطرب شاب مش عارف اسمه إيه كده، قالوا لي طبعا بس أنا نسيت. فقلت له: طب وإيه الحركة القذرة اللي أنت عملتها بإيدك دي؟ قال لي: ما هو المطرب في الفيديو كليب بيعمل كده. أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه يا سيمس؟ هو الولد يدلعني يقول لي سيمس، ما يقوليش جده أبدا يعني. فقلت له: طب ويعني انت ايه اللي عاجبك في الاغنيه السخيفه دي؟ يعني برغم ان الكلمات مكرره، ولكن ايه اللي عاجبك؟ ما هو قال انا البكري يعني انا الكبير، وكلنا عارفين ان البكر هو الكبير، يعني ايه لازمته يكررها؟ وبعدين يا ابني عايز تسمع بقى السكه دي من الاغاني؟ لا تعالى لجدك. تعالى لجدك. قلت له: يا ابني احنا كان عندنا واحنا شباب ما يسمى برائد فن التكرار والتاكيد، فناننا الكبير حماده هلال، ربنا يمدلنا في عمره يديله الصحه. لان هذا الرجل يا ابني عمل ايه؟ احكي لك بقى. انا متاكد طبعا ان جيلكم ما يعاش على هذه الناس العظماء ولا تسلطن وسمع الناس دي. الراجل ده جه من يجي حاجه و40 سنه وقت ثوره يناير، عمل اغنيه قال فيها ايه؟ قال لك: شهداء 25 يناير راحوا في احداث يناير، راحوا فرقوا الحياه. وقامت الدنيا وما عادتش على هذا المطرب. يعني ايه هو اللي شهداء 25 يناير ماتوا في احداث يناير؟ ما كلنا عارفين يعني. وانتقدوه اشد الانتقاد. عمل ايه بقى هذا الذكي؟ غاب عن الساحه حوالي سنه كامله ما ظهرش، ويجي بعدها بسنه يظهر في فيلم. يعني انا شخصيا بعتبر هذا الفيلم واحد من كلاسيكيات السينما المصريه، كان اسمه مستر اند مسز عويس. وراح مغني لنا اغنيه خرس بيها كل الألسنة اللي كانت بتنتقده. قال فيها ايه؟ اسمع بقى الكلام وافهم يعني ايه تكرار يا ابو البكر والكبير. قال لك: انا سبونج بوب، سفنجة وده لوني. انا سبونج بوب، اصفر كموني. شوف هو هنا كرر، قال لك انا سبونج بوب مرتين، لكن اداك معلومتين مختلفتين تماما. أول معلومة إنه سفنجة، ودي تحسب له طبعا إنه يغامر بسمعته ويقول على نفسه سفنجة لأنها كانت كلمة عيب على أيامنا. والمعلومة الثانية إنه أصفر كموني، يعني حتى ما قالكش أصفر كده وراح سايبها عايمة، لا ده حدد لك درجة الأصفر كمان، قال لك أصفر كموني، علما بإن الكموني أصلا مش من درجات الأصفر. فتلاقي التكرار والتأكيد هنا ليه معنى، which is يستحق إنه ياخد لقب رائد فن التكرار والتأكيد. ربنا يمسيه بالخير طبعا ويخرجه لنا بالسلامه. لان حماده يعني بعد الاغنيه اتص حكم محترم، توجهت له طبعا تهمه انتحال شخصيه، لانه كما تعلمون قال انا سبونج بوب، يعني هو في هذا التوقيت طبعا ما كانش سبونج بوب ولا حاجه. فاخد حكم يعني كبير، وحتى انا كلمته وقتها بحكم الصداقه اللي بتربطنا ببعض، وسالته قلت له: يا حماده انت فعلا سبونج بوب ولا بتقول كده وخلاص؟ لان يعني مش من مصلحه حد انك تشيلها لوحدك يعني. كانت الإجابة قاطعة وقتها. رد عليا قال لي: أنا سبونج بوب بوب بوب، ف3 مرات يبقى الموضوع لفسه. قلت له: خلاص، يعني دي حرية شخصية وأنت حر. فأنا عايز أقول إيه؟
عايز اقول ان طالما في فن حقيقي وبجد نسيبه ليه ونروح نسمع اي هلس؟ يعني ليه لما نلاقي فن جيد ما نقفش فيه وما نسيبوش؟ لان ده ما بيتكررش كتير. يعني زي ما ربنا كده انعم علينا في مصر من حوالي 40 سنه بفنان لو حبينا نلخصه في كلمه واحده هقول لك كاريزما. هو فنان كاريزما، صوت، احساس، يقدر يترجم لك احساسه باداء تمثيلي يقنعك. ده غير البرودكشن الساخي جدا، لانه ما كانش يبخل على شغله ابدا. بيصرف ببذخ. الكليب بقى يتكلف زي ما يتكلف 4000 5000 جنيه which is اي رقم هيدفعه. المهم ان الكواليتي ما تتاثرش. غير الاحوال مدلع الخاطر والبال، سبحان مغير الاحوال. اجيلك يمين تجيني شمال، اروح يمين تجيني شمال، دلوقتي بقينا عال العال، سبحان مغير الاحوال. وسيم هوت هوت، وسيم هوت هوت. مسائل عن النبي من فوق من الجناب مرة أخرى. لما لفت نظري نوعية الأغاني الهابطة اللي بيسمعها حفيدي والجيل بتاعه، فقلت له أنا عايزك تسمعني أغاني تانية من اللي ماشية اليومين دول. فراح جاب لي الآيباد 35 بتاعه، فرجني على شوية كليبات. إيه القرف ده؟ إيه الكلمات الرديئة والمعاني المبتذلة دي؟ يعني معقول احنا وصلنا لهذه الدرجة من الانحطاط والتدني؟ ده في أغنية منهم اسمها يا ولاد التيت. يا ولاد التيت، الأغنية كلها شتايم وإيحاءات في منتهى القذارة. الأغنية بتقول إيه بقى؟ خد ياض يا ابن التيت ياللي باباك خرتيت، بيدور على مامتك ما بترجعش البيت. ياض يا ابن الملطوطة مامتك مش مظبوطة، دايرة وسايبة عيالها تاكل قتة وقوطة. قسما بالله هي دي الأغاني اللي بيسمعها الجيل الجديد النهاردة في عام 2053. ناهيك طبعا عن الإيحاءات والحركات البذيئة اللي في الأغنية. يعني فقلت له أنت يا ابني بتسمي ده فن؟ احنا يا ابني على أيامنا كانت الأغاني دي حاجة تسمو بالروح وبالأخلاق، وكانت حاجة في منتهى الرقي. يعني الكلمات كان ليها معنى. ورحت ضرب له مثلا بمطربين الجيل بتوعنا. قلت له يا ابني جدك عاش الفترة الذهبية للفن لما كان في مطربين كبار زي حماقي وزي تامر حسني وزي العسيلي، ورحت واخده على الأوضة بتاعتي وطلعت له بقى السيديهات القديمة بتاعتي ورحت مسمعه. جبت له أغنية ناويها بتاعت حماقي، قلت له بقى شوف الكلام بيقول إيه. أنا جاي لك وناويها بظبط وأتيل على الباب بخبط، هتعمل لي إيه؟ هتسلم بعديها فأثر، وبجد أنا مش بهزر، هخاف ولا إيه؟ شوف المعاني الجميلة رغم شقاوة الأغنية، ولكن تطلع بمعنى. طبعا حسيته مش مقتنع، فرحت داخله بالتقيلة. قلت له طب بص بقى، كان نجم الجيل يقول لك إيه؟ كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي أجيلك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. طب فراح مطلع الصوت مش كويس كده من مناخيره. فرحت قلت له ما هو ده تمامك. يعني ادي حال الجيل الجديد، ولا يسعني غير ان اقول الله يرحم ايام زمان. احنا اتربينا على ايام فتره 2010 و2011. بكلمكم من 40 سنه. انا اتذكر لحد النهارده كان في فيلم نزل في السينما، الكلام ده كان يعني حوالي 2010. شوف 43 سنة وأنا فاكره لحد النهاردة. فيلم نزل كان اسمه بونسواري، كان بتاع فنانتنا القديرة ربنا يديلها الصحة ويعني يعافيها من آلام الروماتيزم، فنانتنا القديرة غادة عبد الرازق. بونسواري نزل، كان الأغنية الدعائية للفيلم. أنا فاكره كويس جدا لما كانت تتعرض على مزيكا زوم، كنت ألاقي أبويا يسيب البلاي ستيشن اللي في إيده ويجي جري علشان يتفرج عليه، وكان يتزحلق في المشاية اللي في الكوريدور دي عشان يجي يتفرج على الأغنية. شوف الأغنية كانت تقول إيه للناس اللي النهاردة تقول لك البكر والكبير. الأغنية كانت تقول لك الهانس في الدانس يا إكسلانس. خلاص جابتك لمس أكتاف. يعني قدرت إنها تجذبك من أول كلمة في الأغنية. وبعدين أنا عايز تشوف بس الرقي في مخاطبة الآخر يا إكسلانس. خلوني أعرض لكم دويتو جابه لكم بقى، ده أنا من الأرشيف الخاص لمليجي النحيف وإمام بونطة. تعالوا
نتفرج على الأغنية وتأملوا كيف كانت الكلمات على أيامنا بتلعب دور في إنها ترتقي بإحساسك. لما بفكر انك مش بتفكر اني بفكر فيك، وانت فاكر انا فاكر انك مش بتفكر يوم غير فيك. تفكيرك بيفكر فكري، افكر فكرك لما بكون فكري في غيرك يرجع فكري وغصب عني بفكر فيك. لما بحس ان انت حاسس ان انا مش حاسس احساسك ليه؟ انك بتحس ان انا احساسي ما بيحسش حاسس ليه؟ احساسك حاسس احساسي اني بحس اللي انت حاسس بيه، وبحس ان الاحساس اللي بحسه معاك بتحسني بيه. لما انت تقول ما تقوليش اللي انا قلته ما بقولش واقول الاحسن اني ما اقولكش اللي قايل لي ما اقولهوش على طول. ده انا لو قلت انك بتقول لي ما اقولش اللي انت قايل لي عليه، هيقولوا قالوا لي ما اقولكش قالوا لك قول لي اتقلك ليه. لما بشك انك شاكك الشك ساعتها ما بيسيبنيش، مشكوك تزيد وبشك انك شاكك شك ما يرحمنيش. يبقى الافضل لما تشك بشك ما يجرحنيش، وانت ساعتها تشك براحتك وشكوكك ما تزعلنيش. ولما بتتألم ألمك بيقلب فيا وألمي يزيد، لما الألم اللي انت بتتألمه بيكون سببه اني بعيد، فأنا بتألم أكتر من ألمك وألامي ساعتها تزيد. وألمك ألمي ولو بتألم تتألم وهتلاقي أنا وحيد. حاول تقنعني اقناعك ليا ما يقنعنيش، اصل انا مقتنعة ان انا اقنعتك وانت ما بتبينش. مقتنع ان انا اقنعتك وانت تقنعني وما بتديش فرصة، ان اقنعك انك بتحاول تقنعني وما بتقنعنيش. لما بتسأل لو أنا سألتك بسأل نفسي سألتك ليه، وبلاقي سؤالي بيسأل أسئلة يسألها وأرد عليه، ويقول لي اسأل نفسك لما سألت سؤالك ردت بإيه. ندم على إني سألته عليه وكأني سألتك. لما بتتفلسف بتأسف على فلسفتك مش راضي أرد، انا فلسفت اني ما ردش على فلسفتك وفي بعض نعض. فما تتفلسفش ولا تخلينا اتفلسف وافضل اصد وارد. مش فلسفة تتفلسف على واحد كده اصلا مش. وانا لما بدور على معنى للغنوة اللي انا قاعدة بغنيها، ولا معاني كتيرة ومعناها ان انا بسمع غنيها، علشان كده مش معنى انك مش فاهم يعني تلونيها. اصل معاني الغنوة هيفهم معناها اللي حاسس بيها. وسيم هدهد. من اللافت للنظر كمان بما اننا بنتكلم عن الاغاني بشكل عام اغاني الاطفال، والحقيقه انا بشوف انها على مستوى كبير جدا من الاهميه، لانها بتشكل وجدان الطفل وبتعلمه وبتكون شخصيته. فلو قدرنا ان احنا من خلال هذه الاغاني نبث اخلاقيات جميله لاولادنا هيكبروا على هذه القيم. ولكن ما يحدث الان غير كده تماما. مواليد التسعينات انتوا عارفين يعني كانت اغاني الاطفال دي ناقص تدرس من كتر حلاوتها وحلاوه كلماتها والحانها، وكانت تعجب الكبير قبل الصغير. يعني انا اتذكر سنه 2000 مثلا كان عندي وقتها 10 سنين 10 سنين بالظبط. كنت بدات ادرك معاني الكلمات وافهمها، وطلع سيديهايه وقتها كان اسمها فري ميكس، كانت جزئين، وكان الاغنيه اللي هقولها لكم دي في الجزء الثاني. والله العظيم انا فاكر اول ما نزلت كانت ماما تشغلها لنا في اعياد الميلاد، ويقعدوا هي واصحابها يرقصوا عليها لحد ما حيلهم يتهد، وكانت طفله هي اللي بتغني الاغنيه. والله فاكرها في ودني الى هذه اللحظه، كانت تقول لك بابا تاتا بح بح بابا قبح، تاتا فيها واوا يح بابا قبح، بابا قول لماما دح بابا قبح، انت حب انا صح بابا قبح. ويقوموا الكورال مرددين وراها باداء ملحمي جدا، بابا تاتا بح بح بابا قبح. فكنا نستمتع بالاغنيه بس نخرج بمعنى ان الاب دائما وابدا بيشيل قبح علشان يعرف يربي عياله، فنقدر قيمه تعب بابا علشان يوفر لنا معيشه كريمه. عاشت الاغنيه في وجداننا لحد ما كبرنا وبقينا ابهات، وبدانا احنا كمان نشيل قبح. فادي الاغاني اللي اتربينا عليها. وانا بكرر مره تانية، اتقوا الله في الاجيال الجديده اللي هتستلم مننا الرايه وهتكمل. فهتبقى مصيبه لو الجيل اللي هيبني المستقبل الجيل بتاع يا ولاد التيت. ارجع واقول لكم من زمان كان لازم ناخد بالنا علشان ما نجيش في المستقبل ونقول يا ريت اللي جرى مكان. مساءكم حلويات. وسيم